اهلا بيكم في فيديو جديد من موقع في الفن. صادق الصباح. المداح 5 هو الموسم الاخير من المسلسل، وده طبعا اللي بيتابع المسلسل وعايز يعرف هل في بقى جزء سادس ولا لا، فهم كده 5 حلوين. ويعني يا ريت فعلا حمادة يخرج من عباية المداح ويعمل لنا حاجة تانية بقى إن شاء الله في رمضان القادم، أو حتى لو بدون رمضان، يعني حاجة بقى من المسلسلات اللي احنا برضو بنحب ان احنا نشوفه فيها. أعلن المنتج صادق الصباح عن ان الموسم الخامس من مسلسل المداح للنجم حمادة هلال، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025 إن شاء الله سيكون هو الموسم الأخير من المداح. وقال أيضا صادق الصباح في تصريحات لفوشيا: المداح الموسم الخامس هو الأخير، مع أنه مطلوب مننا نعمل المداح 6 و7. والله أنا يعني نجاح المسلسل يعني ورثي، بس زي ما قلت التغيير بيكون مطلوب. وأوضح صادق الصباح سبب القرار هو قرار داخلي بيننا كشركاء، حمادة هلال وأحمد سمير فرج وأمين جمال وأنا. وطبعا المداح ممكن نعمل منه 30 و40 جزء، لكن قلنا 5 سنين كفاية. وأضاف أيضا عندنا مشروع مع حمادة هلال وأحمد سمير فرج وأمين جمال متحضر فعلا، وقلنا يبقى مسلسلنا رمضان 26. تمام، حلو كده، صح كده، ان شاء الله يكون مشروع برضو ناجح وربنا يوفقكم بإذن الله. ويذكر ان اخر اجزاء المسلسل كان بعنوان المداح أسطورة العودة، وعرض في رمضان 24. كان البطولة مع حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، وكان طالع يعني صعب بجد، دور ناجح جدا لفتحي عبد الوهاب، برافو عليه. هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، نجمتنا حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، وسار الصايغ، وميسليم، ودياب، وحمزة العلي برضو كان طالع رهيب. والإخراج لأحمد سمير فرج. ومؤخرا انضم لي الموسم الخامس لمسلسل المداح، هيكون معانا ان شاء الله غادة عادل، خالد الصاوي، برضو الاتنين اعتقد هيبقوا حلوين جدا. ومن ناحية اخرى اعتذر الفنان فتحي عبد الوهاب عن عدم مشاركته الجزء الخامس.